السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مقادير طبختنا: صينية مكرونة. عندنا بصل، فلفل رومي ألوان، مكرونة، دجاج، كريمة طبخ، ملح، زيت، بهارات، جبن مكس. أول شيء بنسلق المكرونة ونخليها على جنب. الخطوة الثانية بنحمس الفلفل الرومي مع البصل ونطحنهم نخليهم على جنب. بنفس المقلاة اللي حمسناه بها البصل والفلفل الرومي بنحمس الدجاج لين يتغير لونه. نبي نبدأ خطوة خطوة. نجهز القدر، نحط الماء، نحط المكرونة، بعدين نضيف الملح، نضيف الزيت، ونغطي القدر 10 دقائق. خلصت 10 دقائق نشيل المكرونة نخليها على جنب. الآن نجهز المقلاة، نحط الزيت، نحط البصل والفلفل الألوان نحمسهم. وهذه حمسة البصل والفلفل الرومي الآن نطلع على جنب. نطحنه، نحط الدجاج بالمقلاة. هذا الدجاج قطعناه صغار. هذه خلطة بعد ما طحناه هذا الدجاج جاهز. يعني بناخذ من الخلطة نحط على الدجاج. نجيب هذه المكرونة نسويها. نحط البهارات. هذه المكرونة بعد ما حطيناها الآن نضيف له كريمة طبخ. باقي الخطوة الأخيرة وهذه المكرونة جاهزة. نحطها بالصحن هذا، نحط عليها جبن. هذه الصينية أو الصحن نحط الآن بسم الله الجبن. هذه الصينية جاهزة. نفتح القلاية الهوائية، نحط بسم الله. خلصت 5 دقائق، نفتح القدر 4 دقائق أو 5 دقائق وهذه صينية.